الايام اللي فاتت دي حد قال انتوا مش عندكم اقوى جيش؟ ما يلا بقى. ما سمعتوش الكلام ده؟ ما سمعتوش الكلام ده؟ انا بتكلم كل المصريين مش بتكلم الجيش. بتكلم ايه؟ كل المصريين، مش بكلم الجيش ولا الشرطه ولا حتى الحكومه، يعني بكلم الناس. لا، احنا ما عملناش ده. بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا. نفس الكلام مع الاتجاه الجنوبي، بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام، وما نشعلش ابدا حرائق هنا ولا هنا. النهارده جاي اتكلم معاك في 4 اسباب مخلين مصر واقفه في قرار الحرب ده، مخليه مصر يعني ايديها متكتفه. 4 اسباب لما تعرفهم هتفهم ليه ما ينفعش يعني نتورط في حرب زي دي وندخل نحرر فلسطين. رقم 1، معاهده كامب ديفيد او اتفاقيه السلام اللي توقعت بين مصر واسرائيل سنه 1979 بين الرئيس الراحل انور السادات والرئيس الاسرائيلي برعايه جيمي كارتر الرئيس الامريكي وقتها. الاتفاقيه بتاعت السلام دي عامله زي طوق محل